أنت تكيل بمكيالين يا شافعي. مرة تشيد بعلي بن أبي طالب وأبنائه، ومرة ترفض الأخذ برأيه. من أنا حتى أخالف رأي مدينة العلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ أثبتوا لي ولو مرة واحدة رأيا يخالف عليا كرم الله وجهه حتى أضع خدي على التراب وأرجع عن قولي إلى قوله. تقر إذن يا شافعي أنك تعظم أهل البيت وتعرف حقهم؟ أعرف حقهم؟ يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له. أما قلت لكم أن الشافعي يأخذ مذهبنا ويناصر عليا وأبنائه على غيره؟ عفوا يا أخي، أنا أنحاز إلى علي كرم الله وجهه بقلبي، ولكني لا أقدمه على أبي بكر وعمر وعثمان كما تقولون. كأنك تخالف هواك. ليست الأمور على ما نحب ونهوى، ولكن الأمور بما يكون عليه إجماع المسلمين. تعلمون أن عليا رضي الله عنه ابن عمي وابن خالتي، ولكني لا أوافق على مذهبكم في إجماله. وما الذي لا يعجبك في مذهبنا؟ أولا ترفضون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بينما خلافتهم حق وعدل، وتقولون بوصاية علي وأبنائه بالخلافة دون غيرهم، بينما أرى أن الخلافة حق لمن يبايعه المسلمون. وما يمنع التقي الصالح من آل بيت رسول الله أن يكون خليفة للمسلمين بدلا من أمثال هارون الرشيد الذي ينفق في سفه ويستمتع في إسراف؟ إذا أخذنا بمبدأ الأتقى والأصلح للخلافة فسوف يختلف الناس ويتنازعون، وعندئذ تكون الفتنة والاقتتال، وهذا ما لا يقره شرع ولا دين. دعنا من هذا كله، وقل لنا ما رأيك في الصراع الدموي الذي قام بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. عندي لك من الأخبار ما يسرك. قلبت الأمور على مختلف جوانبها، فرأيت أن أعهد بولاية العهد لولدك الأمين. كنت أتوقع ذلك، ولكن ماذا عن المأمون؟ يكون وليا العهد بعد أخيه الأمين، وسوف أعوضه بولاية خراسان. هناك أخواله وستكون له الولاية في كل حال. وهل رضي المأمون بذلك؟ وضعته أيضا على رأس جيوش الشرق حتى تكون القسمة عادلة بينه وبين أخيه. ربما كان هذا عدلا، ولكن يا مولاي، هل تظن أن المصلحة فيه؟ المصلحة في العدل؟ لقد أعطيت الأمين الخلافة بعدما أخذت منه ولاية خراسان وقيادة الجيوش، فماذا بقي له؟ ألا تكفيه الخلافة؟ ألا ترى يا مولاي أن المأمون ربما يستشعر ما لديه من قوة فيستقوي على أخيه ويخرج على طاعته؟ سوف يتعهد كل منهما أن يلتزم العهد ولا يطغى على الآخر. سوف أعلق العهد على الكعبة المشرفة حتى لا يستطيع أحدهما أن يخرج على العهد. أترى ذلك حلا؟ ذلك هو الأنسب والأفضل. عندما تتوازن مقاييس القوة على هذا النحو تزداد فرصة الصراع والتنافس. كأنك تريدين كل شيء لولدك الأمين، ولا أعطي المأمون شيئا. الأمين والمأمون ولداي، وإن أنجبت أحدهما ولم أنجب الآخر
ولكني أسارحك القول يا مولاي، إنني لست مطمئنة إلى ما انتهيت إليه. عندك رأي آخر؟ وددت لو أعرف رأي العلماء والفقهاء في هذه المسألة. المتعصبون للعرب سوف يهللون للأمين، والمنتسبون للفرس يرتاحون للمأمون. لقد أرضيت الطرفين بهذه القسمة العادلة. يا مولاي، ربما تكون عادلة إن ارتضاها كل من الأمين والمأمون طواعية، وليس حرجا منك. لقد وافقاني على ما أمضيته، وسوف أبعث بهما إلى الإمام مالك في الحجاز يأخذ العهد من كل منهما على الوفاء لأخيه. العلويون ينشطون في نجران ويجمعون حولهم الأعوان والأنصار، والناس يتعاطفون معهم بدافع من الحب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أمسك بالدليل الذي يدينهم حتى نقيم عليهم حدود الله. إنهم حريصون على التخفي، ولكني واثق مما يجهزون له. إنهم ينوون الخروج على الحكم. لا تستطيع أن تؤاخذهم بالنيات، عليك أن تقيم الحجة عليهم. لقد أبلغتك يا سيدي الوالي حتى لا تلومني. وماذا أستطيع أن أفعل؟ أرى أن تكتب للخليفة هارون الرشيد تسأله الرأي عما نفعل، حتى لا يتهمنا بالغفلة أو السكوت عليهم. ذلك اتجاه صائب، فالخليفة صاحب الرأي في الموقف كله. هل تعرف أسماء الذين يقومون بالإثارة والتحريض حتى نذكرهم للخليفة؟ أعرف بعضهم. نكتب للخليفة بالحال دون تفصيل ونسأله عما نفعل. جئت أهنئك يا زبيدة، وقد صار ولدك الأمين وليا للعهد. أنا التي اقترحت على الرشيد أن يجعل أخاه المأمون من بعده، فأخذ برأيي، ولكنه الآن يريد أن يمنح المأمون أسباب النفوذ والقوة التي تمكنه من مناوئة أخيه. وقى الله المسلمين شر الفتن. عمتي، هل ساعدتني في إقناع الرشيد بما أطلبه؟ إنه يزرع أسباب الخلاف والصراع بين الأخوين عندما يجعلهما متساويين في النفوذ والقوة. لقد عاهدت الله ألا أتدخل في أمور الحكم، وليتك تفعلين مثلي يا زبيدة. لم يعد أحد يقصدني، لا من العامة ولا من الخاصة، ولكني أحاول إقناع الرشيد بما أراه. العطش للجاه والسلطان يبدل مساره، يغير لونه، ولكنه لا يتوقف. ألم نتعاهد بألا نتدخل في شؤون الحكم؟ الخليفة يحتاج إلى رأيي، فهل أتركه؟ الخليفة لديه من يشاورهم ويأخذ رأيهم، ولا أظنه يحتاج إلى رأيك. ولكن الأمر يتصل بولدي، فهل أسكت عنه؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. زبيدة، الأمر لا يتصل بولدك، ولكنه يتعلق بأمور المسلمين جميعا من خلال من يولى عليهم. عمتي، كأنك لا تقرين ولاية العهد للأمين. لا أقرها ولا أرفضها، فليس للنساء رأي في هذه المسائل.
وإنما الرأي لمن هو أعلم وأدرى من الرجال. عمتي، أما كنت تتدخلين في أمور ولاية العهد عندما كان زوجك المهدي مترددا بين ولديك الهادي والرشيد؟ فعلته يا زبيدة، ولو يعود الزمان ما فعلته. إنما جئت لأنصحك، لعلك تأخذين بما تمنيته لنفسي، ولعل الله يغفر لي سوء فعلي بحسن عملك. اسمعا لي، لعلي لا ألقاكما بعد اليوم. أطال الله بقاءك يا إمام دار الهجرة. أمر المسلمين صائر إليكما واحدا بعد الآخر، والحاكم هو الرأس، ومن الرأس يجيء الإصلاح أو يكون الفساد. نسأل الله الصلاح. إياكما والظلم. لو أن الواحد منكما عدل مع الرعية جميعا وظلم واحدا ما شفع له عدله. وفقنا الله للعدل. حاذرا العصبية، لا تتعصب يا أمين للعرب، لا تتعصب يا مأمون للفرس، فليس منا كما جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قاتل على عصبية ومن مات على عصبية. نفعنا الله بنصيحتك يا إمام. أخشى ما أخشاه عليكما هو الخلاف والاختلاف. عندما تتنازعان لا يقتصر النزاع على اثنين، ولكنه يصير صراعا دمويا تنطلق فيه الفتن ويموت فيه الآلاف. لقد تعاهدنا على التآخي والمحبة، وعلقنا العهد على الكعبة المشرفة. اجعلوا العهد في قلوبكم وأكدوه في نياتكم، وتذكروا حسابكم عليه عند الله. لا تقلق يا إمام، فليس فينا ضغينة أو أحقاد. أخاف البطانة التي تحيط بكما. جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما معناه: ما من حاكم إلا وتحيط به بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتدفعه إليه. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. عفوا يا أولياء العهد، الإمام مالك يعاني الأوجاع ولا يحتمل الحديث أكثر من ذلك. ليس عندي أكثر مما قلت. بارك الله لكما
وبارك للمسلمين بكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلت في طلبي، ما الأمر يا سيدي الوالي؟ لقد جاءنا الرد من الخليفة هارون الرشيد على الكتاب الذي أرسلناه بشأن العلويين. هل أطلق يدنا في تخليص البلاد من شرورهم؟ بل طلب إرسال الثائرين إليه في بغداد لينظر أمرهم بنفسه. أتظنه يرفق بهم؟ أفهم من خطابه أنه أراد أن يتأكد من عقابهم. كم عدد الثائرين الذين تطالهم الشبهات؟ أظنهم 9 أو 10. كلهم من العلويين، أبناء علي بن أبي طالب، وبعض الموالين لهم. إنهم أشد خطرا على الخلافة من العلويين أنفسهم. من تقصد يا رئيس الشرطة؟ الشافعي الذي يقوم على صدقات نجران. وما شأن الشافعي بهم؟ إنه يؤيدهم ويناصرهم. ولكني أعرف أنه لا يرتضي مذهبهم. هذا ما يحاول التظاهر به لإخفاء نواياه. أعرف أنك تبغضه وأنا كذلك، ولكن هذا البغض لا يقودنا إلى اتهامه بغير دليل. هذه فرصتنا يا سيدي الوالي، وقد لا نجد فرصة أخرى لتقديم الاتهام له. ولكننا لا نملك دليلا على اتهامه. نحن نسند إليه التهمة، وعليه أن يقدم الدليل على براءته. أنا لا أفهم ما تعني. نواجهه بالتهمة ونسمع ما يقول دفاعا عن نفسه. كيف؟ دع الأمر لي، وسوف أجبره للاعتراف بذنبه. بالإكراه والتعذيب؟ عندما يبلغ الرشيد هذا الأمر لن يسامحنا فيه. لا إكراه ولا تعذيب، إنها مجرد أسئلة تقوده الإجابة عليها إلى الاعتراف بذنبه. أنا لا أفهم ما تعني. دع الأمر لي وسوف ترى ما أفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خيرا يا شافعي. رئيس الشرطة قبض على 9 من أبناء علي وفاطمة الزهراء وأرسلهم مقيدين بالأغلال إلى الوالي. وهل فعلوا ما يستحق العقاب؟ إنه يأخذ الناس بالشبهات والوالي يقره على ما يفعل. أستغفر الله العظيم. الشبهات لا تعرف حدودا، إنها تعصف بالأشقياء والأسوياء معا. جهزي نفسك للرحيل، سوف تسافرين مع ولدنا عثمان إلى المدينة المنورة. وأنت يا شافعي؟ سوف أنتظر قدري. ولم لا تسافر معنا يا أبي؟ ما فعلت شيئا حتى أفر بنفسي. كم نصحتك ألا تبالغ في عدائهم. من الزائر؟ من يقصدنا الآن؟ ما هي بطرقات زائر ولا هو موعد زيارة. افتح يا عثمان. سأفتح يا أبي. أتحسب أننا غافلون عنك؟ هيا معنا يا رجل، هيا. ما فعلت شيئا تأخذني به. ألا تعرف أن الفتنة أشد من القتل؟ لا شأن لي بالفتن. ألم يعدك العلويون بمنصب الوالي لقاء مساندتك لهم؟ اتق الله يا رئيس الشرطة، اتق الله. أنت تعلم جيدا أنني لا أوافق العلويين على مذهبهم، وتعلم أيضا أنني لا أطمع في أي منصب. إذا كان الأمر كما تدعي أخذتك غدا إلى مجلس الوالي لتعلن ما تقول. أذهب معك. أنا لا أتحرج من إظهار ما أضمره في نفسي.
سوف تعلن أنك تتبرأ من أبناء علي بن أبي طالب وتقر بأنهم يستغلون نسبهم الشريف لاغتصاب الخلافة من أصحابها الشرعيين. أنا لا أتبرأ منهم، فصلة القربى تربطني بآل البيت، ثم إنني لا أتهمهم بالسعي لاغتصاب الخلافة. أنت من الرافضين. أنت تحب العلويين وتطلب الحكم لهم. إذا كان حب آل محمد رفضا فاشهد أنني من الرافضين. أردت إعطاءك الفرصة لتبرئة نفسك ولكنك لا تريدها. هيا معنا يا رجل، هيا. سوف أشرح الأمر للوالي ولن تنال مني بغير حق. ما عاد الأمر للوالي، ستذهب إلى الخليفة في بغداد مقيدا بالأغلال. أخذوه يا فاطمة، أخذوه إلى الرشيد، فتركت نجران وجئت إلى المدينة. هوني عنك يا حمدة، فما فعل الشافعي من شيء يؤاخذ به؟ إذا اشتعلت الفتنة لا يبقى للعدل موضع. يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تصيب الجميع. ما أظن الرشيد يعاقب على شيء بغير عدل. لقد دبر رئيس الشرطة الأمر، وربما زيف القرائن الكاذبة، والرشيد يحكم بما لديه من دلائل. دع الأمر لله وعليك بالصبر. القرآن الكريم ذكر الصبر 90 مرة، وكثيرا ما قرنه بالصلاة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما لك يا نفيسة لا تتحدثين؟ ألا تقولين شيئا؟ الشافعي ما أتم رسالته في نشر السنة وإماتة البدع، وما أظن الله جلت حكمته يقبضه قبل أن يستكملها. ادعي له يا نفيسة. رأيت في منامي ليلة أمس من يقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وسمعت الراوي في منامي يقول: على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس 100 الثانية محمد بن إدريس الشافعي. هذا خير كثير، نسأل الله أن يكون. لو صحت الرؤيا التي رأيتها سوف ينجو الشافعي من هذه المحنة، يستكمل رسالته في تجديد هذا الدين. ليتها تصح يا نفيسة. صحت أو كذبت فقد صح قوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. ماذا تقول يا رجل فيما أثرت من فتنة؟ ما هي فتنة؟ ولكنها حقنا نحن العلويين في الخلافة. اغتصبتم أيها العباسيون الحكم بادعاء قرابتكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن أقرب إليه منكم. تقر إذن بالتهمة. خذوه وليلقى مصير سابقيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أدخلوا بقية المتآمرين. هذا محمد بن إدريس الشافعي.
الشافعي، تذكرتك. أنا الذي وضعتك على صدقات نجران لتقابل الإحسان بالإساءة والنعمة بالجحود. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تتمسح بما في كتاب الله وأنت أول من يخرج عما جاء فيه. مهلا يا أمير المؤمنين، أنت الداعي وأنا المدعو، أنت القادر وأنا المقدور عليه، فهلا سمعتني قبل أن تتعجل الحكم؟ فأنا لي حرمة الإسلام وذمة النسب، ولي حظ من العلم والفقه، والقاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك. أتعرفه يا ابن الحسن؟ نعم يا أمير المؤمنين، هو كما قال عالم وفقيه، ولكني آثرت الصمت حتى تأذن لي بالحديث. ما الذي تريد أن تقوله يا رجل؟ يا أمير المؤمنين، الكلام مع ثقل الحديد صعب، فإن أمرت بفكه كان لك الفضل، وإن رأيت غير ذلك فيدك العليا ويدي السفلى. فك عنه الحديد. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي تريد أن تقوله يا رجل؟ أنا لست من العلويين الثائرين، وإنما أخذت ظلما وبغيا. ظلما وبغيا؟ كيف ذلك؟ البينة على من ادعى، وأنا يا أمير المؤمنين من ولد عبد المطلب، وأنتم ولد العباس، فأنتم إخوتنا وأقرب إلينا من ولد علي. هذا كل ما عندك؟ هذا لا يغير من الأمر شيئا. خذوه اضربوا عنقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأين رحمة الله التي وعدتني بها؟ ما وعدتك بشيء. لقد رددت علي التحية وقلت وعليكم السلام ورحمة الله، وأول رحمة الله ألا تأخذني في ساعة غضب. آخذك في ساعة غضب؟ والله ما أخذك في ساعة غضب. أتعرفه يا ابن الحسن؟ أجل يا أمير المؤمنين. وتثق به؟ أكثر من نفسي. خذه معك وليأتني غدا أنظر في أمره. شكرا لك يا محمد، لقد أنقذت حياتي. ما أنقذتها بعد، موعدك مع الرشيد غدا. عجيب أمر الرشيد، تصورته أعدل مما وجدته. كيف يحكم على المتهمين بالخروج عليه بمجرد الشبهة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. هو يرى أن في أخذ واحد أو أكثر بالشدة درء للفتنة وحتى تستقيم الأمور. لا تستقيم الأمور إلا بإشاعة العدل، والواحد المقتول كالآلاف. يقول الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ويراهم يفسدون في الأرض. شريطة أن يتثبت من ذلك بغير عجلة وفي غير غضب. سأجيئك بطعام وشراب قبل أن تتركني. كيف أتركك؟ أنت تعرف بغداد جيدا، وسبق وأن أقمت بها، فاذهب أن شئت. ولكني في ضمانتك. لهذا أرفض إقامتك معي. وليكن موعدنا غدا في القصر قبل أن تدخل على أمير المؤمنين. عندما التقينا أول مرة
في مسجد بغداد، دعوتني للإقامة عندك في دارك. كنت ضيفي، لكني أرفض أن تكون أسيرا لدي. ألا تخاف أن أهرب فينتقم الرشيد منك؟ أنت لا تفعلها يا شافعي. بعدما عرفتك أدركت مروءتك، وآثق أن الماء لو ينتقص من مروءتك ما شربته. لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. شعرك ينطبق على كل الناس غيرك، فأنا إن أسأت الظن بك ما أحسنت الظن بنفسي. ما جاء الشافعي ولا محمد بن الحسن، ولا أظنهما يجيئان. أغلب الظن أن الشافعي قد هرب من صاحبه، وخاف صاحبه أن يأتي وحده. لا تتعجل بسوء الظن يا بشر. لقد التقيت بالشافعي هذا منذ سنوات في مجلس علم، وأدركت من حديثه أنه قادر على التلاعب والمراوغة. والله لئن فعلها لأضربن رأسه ولأخذن ابن الحسن بعقاب لا يرحم. محمد بن الحسن والشافعي. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خشيت ألا تجيء به. لقد أطلقت الشافعي فما قبل، ووعد بالحضور، ومثله لا يخلف وعده. ما لك تزكيه وتشيد به؟ بل يزكيه فضله وعلمه. أي العلوم يعرف؟ فليأذن لي أمير المؤمنين في اختباره. لك هذا يا شافعي. أجب بشرا عما يسألك عنه. اجلسا. أعرف أنه من أصحاب الكلام، ولولا أن أمير المؤمنين قد أمر بمحاورته ما حاورته قط. قل يا شافعي، ما دليلك على أن الله واحد؟ قوله تعالى في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالتعدد يوجب الوقوع في الاختلاف، ولكن الكون كله يسير في نظام وكمال تقوده إرادة واحدة، هي إرادة الله التي لا ينازعه فيها أحد. وما دليلك على أن الله خالق هذا الكون؟ قوله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل فعل لا بد أن يكون له فاعل، والله هو الخلاق العظيم. أجدت الرد. ما دليلك على أن الله يعيد الخلق بعد فنائه؟ قوله جل وعلا في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فلو استحال على الله أن يخلق ثانيا لاستحال عليه أن يخلق أولا، والثابت عندنا من الخلق الأول ما نشاهده ونراه. وجدت ردا على أسئلتي، ولكن بقي السؤال الأهم. ما دليلك على وجود الله ذاته؟ نعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وإذا مضينا في هذا التسلسل فلن نصل إلى نهاية، وهذا لا يتفق مع المنطق. وهنا يقودنا العقل إلى أن هناك خالقا لجميع المخلوقات، خالق غير مخلوق لا أول له ولا آخر. هل بقي ما تريد أن تسأل عنه يا بشر؟ لا يا أمير المؤمنين، أكتفي بهذا القدر. سوف أواصل أنا سؤاله غدا لأتحقق من علمه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب أن نرحل إلى بغداد يا يحيى. ما عاد لنا بقاء في نجران بعد أن غاب الشافعي عنها. الحمد لله، لقد حققنا ما قصدناه، والتقينا بعبد الرازق بن همام
واستمعنا منه للأحاديث المروية عنه. لو بقي الشافعي في نجران ما تركتها حتى لا يفوتني شيء مما يقول. الشافعي كما سمعت قوي الحجة والمنطق، ولكنه ليس من جامع الأحاديث ورواتها. إن عظمة الشافعي ليست في جمع الحديث وروايته، ولكنها تكمن في قدرته على استنباط الحكم من الحديث واستخراج المراد منه. كم من الأحاديث أحفظها وأرددها، ولكنني ما عرفت فقه الحديث كما عرفته من الشافعي. أتحسب أنه يتآمر على الحكم كما ينسبون إليه؟ لو أقر الشافعي بذلك ما صدقته. هو أعلم وأتقى من أن يشارك في مؤامرة أو يدعو إلى فتنة. عسى أن يعرف الخليفة ذلك قبل أن يقع أمر الله فيه. لو أتيح للشافعي أن يتحدث عما نسب إليه لأسقط حجة المتآمرين. إنه فصيح اللسان سليم المنطق، وددت لو أفعل شيئا من أجله، ولكنني لا أملك له غير الدعاء. ما الدليل عندك يا شافعي على أن محمد بن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك القرآن الذي أنزل عليه، والدليل إجماع الناس على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس لا يجمعون. قل لي شيئا أجمع الناس عليه. الكل يجمع على أن الحاضر الذي يتحدث إليه هو أمير المؤمنين هارون الرشيد، ومن ينكر ذلك فلا عقل له. وماذا تعرف يا شافعي عن كتاب الله؟ عن أي كتاب يسألني أمير المؤمنين؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل 73 كتابا على 5 أنبياء، وأنزل 74 على سادسهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. 74 كتابا على 6 أنبياء؟ أجل يا أمير المؤمنين، أولهم آدم عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم داود عليه السلام، ثم أنزل بعد ذلك التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام، ثم أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكان تبيانا لكل شيء وهدى وموعظة للمتقين. حدثني بما تعرفه عن القرآن. عن أي الجوانب تسأل يا أمير المؤمنين؟ عن محكمه ومتشابهه، أم عن الناسخ والمنسوخ، أم عن العام الذي أريد به الخاص، أم الخاص الذي أريد به العام؟ أتعرف كل هذا؟ أنا ما زكيته عند أمير المؤمنين إلا بحق. وكيف علمك بسنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. أعرف منها ما هو واجب لا يجوز تركه، وأعرف منها ما هو مستحب، وأعرف منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسقطه عن الناس. أتعرف كل هذا من علوم الدين؟ ويعرف أيضا الكثير عن علوم الدنيا، ويعرف الكثير عن أنساب العرب وأصولهم. أتعرفها؟ إن شئت يا أمير المؤمنين ذكرت لك نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه حتى آدم عليه السلام. ويعرف أيضا الكثير عن اللغة العربية ولهجاتها، وله شعر جيد. هلا أسمعتنا بعضا من شعرك؟ عندما تركتني يا أمير المؤمنين في ضمانة شيخ ابن الحسن خطر ببالي ماذا يمكن أن يحدث لي عندما ألقاك، فقلت في نفسي: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. كفاك ربك ما يكون. عفوت عنك يا شافعي، ومرحبا بك في مجلسي كل وقت. يا يحيى،
اعطيه 50,000 درهم يتسلمها قبل أن يخرج من القصر. سلام عليك إمام المشاعر، سلام عليك إمام